القوات المسلحة الجوية الملكية في انتظار إضافة نوع جديد من طائرات أمريكية بدون طيار. شركة شاريوت البريطانية كتشرع رسميا في حفر بئر غوفريت للغاز بالمغرب. المكتب الوطني للمطارات كيستعد لإدخال نظام متطور لرقمنة مسار المسافرين بالاعتماد على تقنية التعرف على الوجوه بمطار الدار البيضاء. المغرب كينافس إسبانيا على التفوق الجوي العسكري. شركة تاتا الهندية كتعلن أنها أبرمت شراكة مع مجموعة مغربية لبناء مصنع متخصص في صناعة شاحنات النقل العسكري بالمغرب. أكبر منصة تطبيقات للنقل الحضري في العالم كتعتمد خارطة المملكة المغربية كاملة. الوكالة الفرنسية للتنمية كتضخ أكثر من 100 مليار سنتيم في صندوق التجهيز الجماعي. توافد 3.3 مليون سائح على المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2024. المغرب كيتصدر الحد الأدنى للأجور في إفريقيا بعد الاتفاق الحكومي مع النقابات بتحسين الأجور. غادي نتعرفوا في هذا الفيديو آخر أخبار المملكة المغربية لهذا اليوم. فلنبدأ بالخبر الأول. قالت تقارير إعلامية أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كيجري مفاوضات لبيع 4 طائرات بدون طيار متطورة من طراز حارس البحر للرباط. وحسب التقارير فإن من المقرر مناقشة الصفقة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي في الأيام المقبلة، وقد منحت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل الإذن ببيع هذه الدرونات المتطورة. ولا يزال الاتفاق الأول للصفقة بحاجة إلى الموافقات الكونغرس الذي من المقرر أن يتلقى تفاصيل هذا الاتفاق في هذا الأسبوع. وكيبلغ مدى الطائرات الأربع بدون طيار MK-9B سيا جارديان من شركة جنرال أتوميك الأمريكية حوالي 11,000 كيلومتر، وكيمكن التحكم ب MK-9B من محطات أرضية وهي قادرة على الطيران لمدة 40 ساعة على ارتفاعات كتصل إلى 50,000 قدم، ويمكن تسليحها بالقنابل والصواريخ الذكية بالإضافة إلى معدات المراقبة والاستطلاع. الخبر الثاني. بدأت شركة التنقيب البريطانية شاريوت عمليات الحفر لبئر إرزيكي 1 بالمغرب اليوم الخميس في إطار مشروع غوفريت لاستكشاف الغاز الطبيعي في رخصة لوكوس البرية بحوض الغرب. فقد أعلن دانكان والاس المدير الفني لشركة شاريوت في بيان صحفي مرافق بفيديو للمستثمرين أن بدء أعمال الحفر كيمثل بداية مثيرة لحملات الحفر المخطط لها في عام 2024. ومن المتوقع أن يحتوي مشروع غوفريت على 10 مليارات قدم مكعب من الغاز في الهدف الرئيسي، مع وجود هدف عميق آخر قد يحتوي على 26 مليار قدم مكعب من الغاز وفقا للبيانات الزلزالية المعاد معالجتها. للعلم تشير التقديرات العامة إلى وجود حوالي 100 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة للغاز الطبيعي عبر رخصة لوكوس بأكملها. الخبر الثالث. بدأ المكتب الوطني للمطارات في الاستعداد لإدخال نظام جديد كيحمل اسم 180 بيومتريك واللي كيعتمد على تقنية التعرف على الوجوه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كيهدف هذا النظام إلى تحقيق رقمنة مسار المسافرين وتسهيل إجراءات السفر من خلال تقنيات التعرف الحيوي. وكتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات المغربية وتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين. الخبر الرابع. قالت صحيفة إسبانيا أن حصول المغرب المحتمل على مجموعة من مقاتلات ميراج الفرنسية الصنع من الإمارات كيوضع في منافسة على التفوق الجوي في المنطقة مع الجارة الإسبانية. وأشارت إسبانيول إلى أن تسليم ميراج للمغرب سيكون دفعة كبيرة لسلاح الجو المغربي وإعادة التوازن في المنطقة، وهو أمر على مدريد الانتباه إليه جيدا. ومن المتوقع أن تسلم الإمارات إلى المغرب 30 مقاتلة ميراج فرنسية الصنع عاملة حاليا في قوتها الجوية بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من فرنسا. وبهذا ذكرت الصحيفة أنه في حالة حصول على هذه المقاتلات فإن المغرب قد يتفوق على إسبانيا في مجال الجوي العسكري. الخبر الخامس. في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عملياتها، أعلنت شركة تاتا الهندية
واحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة السيارات والمعدات الثقيلة، عن تكوين شراكة مشتركة مع مجموعة مغربية لإنشاء مصنع متخصص في صناعة شاحنات النقل العسكري بالمغرب. وكتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز القدرات الصناعية وتطوير البنية التحتية للدفاع في المملكة المغربية، وذلك من خلال تقديم تقنيات متقدمة ومنتجات ذات جودة عالية في مجال الشاحنات العسكرية. الخبر السادس: وجهت منصة أوبر الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات صفعة مدوية للنظام الجزائري من خلال اعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى القويرة على واجهة تطبيق كيستخدم العالم للتنقل والمواصلات. الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك تضع خريطة المغرب في تطبيق علني يعتمده الجزائريون أنفسهم للتنقل عبر العالم، وهي الخريطة التي تجول بين شعوب العالم وتقتحم شبكات التواصل الاجتماعي بالجزائر. وكتعتبر شركة أقوى الشركات العالمية التي أحدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات، وهي شركة أمريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا. الخبر السابع: تسارعت دينامية التعاون بين الرباط وباريس حديثا بتوقيع اتفاقية تمويل سيتم بموجبها ضخ 100 مليون يورو في صندوق التجهيز الجماعي من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية. ويتلقى الصندوق المذكور المعروف ببنك الجماعات الترابية بالمغرب هذا الخطأ الائتماني الجديد ليكون موجها أساسا إلى غايات تمويل مشاريع الجماعات الترابية المغربية التي تساهم في صمود المجالات الترابية في مواجهة آثار تغير المناخ، كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق هدف الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وفق ما أفادوا به بلاغ مشترك للطرفين. الخبر الثامن: أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن المغرب شهد توافد ما يعادل 3.3 مليون سائح خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بنسبة نمو كتبلغ 12.8% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت المديرية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية أن خلال بداية سنة 2024 واصلت مؤشرات قطاع السياحة زخمها عدد السياح وليالي المبيت، وهكذا شهد تدفق السياح إلى وجهة المغرب تناميا بنسبة 12.8% برسم الفصل الأول من سنة 2024. الخبر التاسع: كشف آخر بيانات منصة تريدينغ ايكونوميك أن المغرب كيحتل المركز الثاني إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا والأول في شمال القارة في الحد الأدنى للأجور. وتظهر بيانات المنصة المالية أن الحد الأدنى للأجور في المملكة انتقل من 2990 درهم إلى 3111 درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 307 دولار أمريكي. فتفقت الحكومة والنقابات الاثنين الماضي على زيادة بنسبة 10% بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. وبهذا وصلنا لنهاية أخبار اليوم. نلقاكم في الغد في أخبار جديدة عن مملكتنا المغربية. تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا بأخبار اليوم. شكرا على المشاهدة، وما تنسوش كذلك الاشتراك. معكم مروكو 360 ولا عزاء للحاقدين.